نسمع مع بعض الراجل وعياله الستة. الراجل دي كان عنده 6 أولاد وكان عنده 6 فدادين. العيال دي كانت يوميا تطلع، اللي يطلع، اللي يجي من الشغل يجيب لابوه فاكهه، اللي يجيب له فرخه مشويه، اللي يجيب له ربع كيلو مشوي. كانوا مروجين على الراجل اخر روجان. الراجل قال انا مش عايز حاجه من الدنيا كده، يعني هعوز ايه تاني غير كده؟ ان العيال مش مخلاني محتاج حاجه، وهكتب لكل واحد في الدين. وراح كاتب لكل واحد بالفعل في الدين. بعد ما كتب لكل واحد في الدين يا ريس، مش شاف العيال دي تاني. الراجل قاعد حزين في البيت، لا لاقي ميه ولا لاقي اكل، ولا العيال مش قاعده تسأله فيه. فالراجل طلع صايع، راح طلع على نجار قال له اعمل لي صندوق. عمل له صندوق وراح مليه وتاد، وراح كاتب حته ورقه كده وحاططها على وش الصندوق، وراح غلق الصندوق وعينه، وراح جاي على ابنه الكبير كده قال له ايه؟ قال له بقول لك ايه يا محمود؟ قال له نعم يابا. قال انا وزعت عليكم الارض لسه الفلوس. قال له هلا هو في فلوس؟ قال له ايوه يابا، بس انا مش ينفع اقول لحد، لان انا عايزك انت اللي تاخد الفلوس لروحك، مش تعرف حد من اخواتك. قال له ماشي، فين يابا؟ قال له لا، فين ايه؟ دي مش هقول لك عليه الا وانا بموت كده، وانا بموت كده هعرفك مكانه فين، بس مش تعرف حد من اخواتك. قال له ماشي. والراجل راح لفف على ال5 التانيين نفس الكلام. بدات الصواني ترجع تاني يا ريس، والدنيا حلوت مع الراجل تاني. فيجي الراجل ده في يوم من الايام تعب وتوفى. يبقى المعلمين راحوا دفنوا ابوهم، ويجوا يجروا كل واحد بيجري على اساس هو اللي عارف مكان الصندوق لروح. هم الكل اتقبلوا عند الصندوق، هم الست. الصندوق بتاعي؟ لا ده بتاعي. قال يا عم بص، احنا هنفتحه وهنتقسم فيه بما يرضي الله، احنا الايه الستة. قالوا يا عم ماشي. بيفتحوا الصندوق يا معلم، وبعدين لقوا الورقه فوق كده مكتوب عليها الصندوق ووتاده للي يكتب الارض لاولاده. مساء الورد. اوعى عيالك يعملوا معاك كده.